السلام عليكم. انا غادي نحكي لكم قصتي اللي فيها ابشع كلمات اللي نقدروا نسمعوها وكنحسوا بالحزن وعدم الارتياح، وهي الغدر، الخيانه، السحر. والقصه اللي غادي نعاود فيها كاع هاد الكلمات اللي ذكرت. دابا تبعوا معايا. انا اسمي تغريد، فعمري 30 سنه، انسانه مثقفه والحمد لله، من عائله ميسوره. حنا جوج خوت، ولدو انا. دارنا كانوا مفشيني بزاف، ولكن رغم تعاملهم معايا عمرني ما كنت مغروره، بالعكس كنت كنجازيهم انني كنقرا مزيان. كان عندي صاحبتي سميتها ماجده، كنا كنقراو في ابتدائي، تعرفنا ولينا صحابات. هي وصلت للسادس ابتدائي وحبسات القرايه. باها مات وعندها غير امها، وهما حاله ضعيفه، ناس فقراء بزاف. انا كملت قرايتي، هي بقات في الدار. امها كتخدم بطرز الحساب في الدار وكتبيعوا الحوانت، ولكن رغم هادشي ما تفرقناش، بقينا صحابات. كنعطيها حوايجي وكلشي، كنا فاهمين بزاف، دوزنا مراهقتنا بجوج. انا قريت، خديت الباك ديالي ودرت لافاك، شديت الاجازه ودفعت للتعليم الثانوي، والحمد لله تقبلت كاستاذه الفيزياء في الاول. تعينت في بلاصه بعيده وسكنت بوحدي، ومن بعد حيت انا وماجده صحابات بزاف كتجي تجلس معايا كل مره، واش يا 15 يوم يا شهر، المهم الصحبه ديالنا كانت مزيانه. وكنا كيف الخوت، وكنعطيها الفلوس وكنعاونها ونشري ليها حوايج. واحد النهار كنا خارجين نتغداو وتشهينا الحوت، جلسنا في مطعم صغير كيدير الحوت زوين. هو يبان ليا واحد الشاب مقابل معانا وكيشوف فيا. هو سمر، ولكن مش ديك السموريه الغامقه ولا سمر، لا، سموريه زوينه بحال ديال دوك الممثلين الهنديين، وطويل، عينيه كبار وداير لحيه خفيفه وانيق، وهذا اهم شيء. كنموت وكندوخ على اللي كان كيعرف يلبس. المهم هو كيشوف فيا كناكل وتلفانه. المهم صاحبتي ماجده مشات تغسل يديها، يلا بغيت نوض انا باش نخلص، وهو جاي لعندي. قال لي: يا سلام انسه، سمحي لي على التطفل ديالي، انا من قبيله وانا كنتظر الفرصه اللي نكلمك فيها، ولكن ما قديتش ندوي قدام الصديقه ديالك لا نسبب لك شي احراج. قلت ليه: نعم اخويا، تفضل، كاينه شي حاجه؟ قال لي: لا ما كاين والو، انا منين دخلتي عجبتيني وحسيت بك انسانه بنت الناس، وبغيت نهضر معك على اساس تعارف قصد الزواج الا بغى الله وبغيتي حتى انتي طبعا. قلت ليه: اسمح لي، انا ما كندويش مع شي حد غريب. قاطعني، قال لي: يلا اختي ما ديريش مني قلت الصواب، وما بغيتكش تفهميني غلط، الا كنتي مرتبطه ولا شي حاجه. جاوبت بالزربه: لا لا، انا مازال ما مرتبطه. قال لي: الحمد لله دابا ارتاحيت، ممكن تعطيني نمرتك ونبقاو على تواصل؟ قلت ليه: واخا. عطيتو نمرتي، سجلها في تليفونه وعطاني كارت فيزيت ديالو. هو عنده مقاولة ديال البناء وسميتو نجيب. قال لي: اوكي انسه تغريد، تهلاي في راسك ولا ما تخلصي عافاك حيت راني خلصت. قلت ليه: لا لا خويا نجيب، بلاش، انا غنخلص. مشى بالزربه ودار ليا بسلامه بيدو. بقيت حاله فمي غير كنشوف. جات صاحبتي ماجده، قلت ليها: مالكي كاع هذا غسيل عطلتي يا صاحبتي، خليتيني هنايا بوحدي. ماجده قالت لي: بوحدك؟ والله يعطينا وجهك، راه شفتك من بعيد كتهضري مع داك البوكوس وقلت نخليك على خاطرك حتى تسالي بلا ما نقاطعكم. ايوا دابا عاودي ليا. قلت لها: واخا راكي عفريته. قلت لها: والو، دوا معايا، طلب من النمره عطيتها له وصافي، هادشي اللي كاين. قالت لي: مزيان، ايوا قولي لي فاش خدام بعدا، اما الشكل راه زوين. قلت لها: عنده مقاولة ديال البناء وسميتو نجيب. وبديت كنضحك. قالت لي: بصحتك، عندك حتى هو تجيك حالتك عليه، السيد راه باينه ناوي المعقول. دازت مدة، رجعت صاحبتي للمدينه فين ساكنه، حيت انا كنقرا بعيده على والديا. كنقري بعيده على والديا. دازت شي 4 ايام، انا نسيت هاد السيد، هو ما اتصلش، وحتى انا كارت فيزيت اللي عطاني خليتها في وسط واحد المذكره. من بعد صونا تليفوني مع ديك 8 د الليل. الو، شكون معايا؟ السلام انسه تغريد، انا نجيب اللي كنا تلاقينا في مطعم ديال السمك. سمحي لي، كنت مسافر ومشطون، يلا خوالي الراس وقلت نتصل بك، ياك ما سببت لك شي ازعاج؟ قلت ليه: لا ما كاين حتى شي مشكل، امورك مزيانه؟ قال لي: الحمد لله بخير، وانتي؟ قلت ليه: الحمد لله مزيان، يسول فيك الخير. قال لي: ما بغيتكش ديريها مني قلت صواب، الا كنتي مسالي وعندك شي وقت بغيت نعرض عليك نتعشاو ونديرو كافي، غير اللي عجبك. بقيت ساكته شويه وانا نقول ليه: لا سمح لي، النهار عندي عامه، يلاه كنبغي نرتاح. قال لي: ما غادي ناخذ من وقتك والو، بغيت غير نتعرفوا يكون خير، نيتي صافيه وربي شاهد عليا. انا بقيت شويه ساكته وقلت ليه: ما كنساليش مع الخدمه والقرايه. قال لي: اوكي انسه تغريد، اللي بغات خاطرك، بسلامه، تصبحي على خير. قلت ليه: تصبح على خير، وقطع. حسيت انه ما عجبوش الحال وتقلقت، ولكن هو 4 ايام وشاد نمرتي، حتى قالها لي راسو اتصل بيا ويقول لي نتلاقاو ونوافق، يقول هذه غير ما عندها شغل، بغات غير اللي يعرض عليها، الله ما بلاش. صافي نعست وانا نسيت الموضوع، كندوز حياتي عاديه، كنتصل نسول في والديا وخوتي،
وصاحبتي ماجدة أنا وياها ديما على اتصال. صافي واحد النهار خارجة من الثانوية وقلت ندوز للمكتبة، بغيت نشري شي كتوبة، أنا كنت كنحضر الماستر ديك الساعة. يلا بغيت نقطع الشانطي في ستوب، بان ليا نجيب ولكن عادي ما ديتهاش فيه، وكملت طريقي. شوية كنسمع اسمي، أنسة تغريد أنسة تغريد. درت لقيته هو. السلام عليكم، كي داير لاباس عليك؟ قال لي وعليكم السلام، مالكي ما بغيتيش تلاقاي بيا؟ قلت ليه لا والو، غير مشغولة كيف كتعرف، ودابا نيت راني غادية للمكتبة. قال لي المهم أنا نمشي معاك تشري الكتوبة اللي خاصك ونمشيو نجلسو فشي بلاصة إلا كان ممكن. بطبيعة الحال ما لقيتش باش نجاوبو وانا نقول ليه واخا. مشى معايا شريت الكتوبة اللي خاصني وجلسنا في واحد الكافي هادئة زوينة فيها غير الناس المحترمين والعائلات. بدا كيعرفني على راسو واكتشف ان والديه ميتين، وكون راسو بوحدو وعنده خوتو، هو كبير فيهم. حتى انا عاودت ليه على حياتي. المهم من داك النهار بدات علاقتنا غادية وكتزاد في حدود الاحترام، وديما كنعاود ادق التفاصيل لصاحبتي ماجدة اللي كنعتبرها صاحبتي واختي. دوزنا عام مع بعضنا. جات العطلة الصيفية تلاقيت انا ونجيب، يلاه كنهضروا ويقول لي تغنيد بغيت نقول لك واحد الهضره. قلت ليه قلت ليه قول. قال لي سمحي لي ما نقدرش نكمل معاك. انا حسيت بحال صدمه. جاوبته علاش؟ قال لي حيت اصلا خاصنا نقطعوا علاقتنا. هنا بلا ما نحس نط من بلاصتي وغاديه، هو يتبعني وشد ليا في يدي. قال لي خليني نكمل هضرتي. بغيت نكمل معاك في علاقة حيت بغيت نبدا، ما بغيتش نكمل معاك في هاد العلاقة حيت بغيت نبداو في علاقة أخرى اللي هي الزواج. بديت كنشوف فيه هو كيضحك، قال لي راه غير كنت بغيت نشد فيك شوية، انا راه كنبغيك وهذا هو الوقت اللي نتوجو فيه علاقتنا وحبنا وتاخد مسار اخر اللي هو الزواج. انا ما حسيتش براسي حتى نناقشو، وهو بدا كيضحك. مشيت للدار فرحانة باش نجمع حوايجي ونعلم والديا. فعلا الصباح وصلت لمدينتي وبقيت في التليفون انا ونجيب ديما كنتواصلوا، وكنتقدا اللي خاصني وصاحبتي معايا وفرحانين وكنتقداو. جا وقت درنا خطبة كبيرة، جاب خوتو وتعرفت بيهم وراها بسيمانة درنا العقد وبدينا نوجدو العرس. داز العرس أروع ما يكون، وكانت مفاجأة اللي محضر ليا أنه بنا فيلا صغيرة وفيها الجردة غزالة. أول ما دخلت ليها حسيت براسي أنني ملكة على العرش. دوزت أنا وياه أجمل الأوقات، وحبنا بعد الزواج زاد كبر. وديما كانت كتجي عندي صاحبتي ماجدة كتجلس معايا ملي كانت العطلة، حيت راجلي كيسافر بزاف وانا ما تخليتش على خدمتي وقرايتي. واحد النهار كانت العطله، كنت مريضه بزاف وكنت قيه اي حاجه كليتها، وهي تقول لي صاحبتي ماجده تغريد لا لا اختي هادشي بزاف نوضي نمشيو للطبيب. قلت لها لا ماجده راني عادي، راني غير كليت شي حاجه ما وافقاتنيش شويه حتى كنحس بشي نزيف وكل دم. هي تخلعات ومشات عيطت للاسعاف. جاو داوني للكلينيك، لقيت راسي كنت حامله وطاح ليا الجنين. جا راجلي من الصفر مخلوع عليا، قال لي يا حبيبه الحمد لله على سلامتك، خلعتيني عليك بزاف. انا بقيت غير كنبكي. قلت لي اسمح لي يا حياتي، ما كنتش عارفه راسي حامله، وكنت هامله راسي مع الخدمه والقرايه، تسببت بالموت ديال ولدنا. نجيب حط يدو على فمي وقال لي سكتي نسي هادشي، خليني نفكرك كيفاش داز عام على زواجنا وكتبت لك رساله اللي قلتي لي ديما كلماتها غادي يبقاو نتفكرهم. كيبان لي نسيتيهم. انا بديت كنتبسم وقلت لي ابدا عمرني ننساهم. نجيب تما قال لي يلا قولي لي شنو قلت لك، وأنا نقول له رسالة بالحرف. حبيبتي تغريد، سأكون بقربك وحولك دائما أينما كنت، وأغمرك بحبي وأحميك جميلتي. كالملاك أنت أريد أن أرى ابتسامتك مرسومة على شفتيك، أريد أن أسمع ضحكاتك الجميلة إلى آخر لحظة من عمري. إن دمعت عينك فسأمسح دموعك بأنامل يدي وأضمك إلي يا نبض قلبي. أحبك حبيبتي. نجيب قال لي وراكي عفيريته مع راسك حافظاها عن ظهر قلب، وبدينا كنضحكوا. قال لي ايوا بغيتك ديما تفكريها الا ضاقت بك الدنيا، الولاد مازالين صغار عليهم وغادي ان شاء الله نولدو حتى نقولوا بركه. فهاد اللحظه من دموع الحزن والالم نزلوا دموع الفرحه، وحمدت ربي وشكرته حيت جازاني بزوج صالح بحال نجيب. المهم كملت حياتي عادي، واللي كنلقاها كتواسيني هي صاحبتي ماجده اللي من بعد غادي نكتشف انها هي سببي في عذابي. حملت 4 ديال المرات وكيطيحوا ليا وما عرفتش ما ندير. مرضت بزاف وراجلي ولا مبتل عليا، وباش كملات الباهيه حل فرع جديد في مدينه اخرى غير اللي حنا ساكنين فيها. نجيب جا عندي وقال لي شوفي حياتي دابا يلا حليت هاد الفرع، انا غادي نبدا نجي السبت والحد، ولكن ماشي كل سيمانه حيت راكي عارفه دابا خصني نقابلو مزيان حتى يوقف على رجليه. قلت ليه واخا، حتى انا بغيت مصلحتك وما تخافش عليا، انا غادي تبقى صاحبتي ماجده ديما موانساني. انا ما عرفتش انني مصاحبه حيه
وفعلا راجلي سافر وبقيت بوحدي، عمرت وقتي من غير الخدمة والدراسة. نخرج في جمعية وكنعاونو الناس المحتاجة، الله يثبت الأجر. كتجي عندي صاحبتي وكتجلس معايا وكنعاملها بحال اختي، ومع هي ما فحالهاش. واحد النهار جالسين وهي تقول لي: اختي تغريد، راه بغيت نسافر لواحد المدينة، بغيت نخدم على راسي، وكيف عرفتي الوالدة مريضة. قلت لها: الله يشافيها، ما نزيدك غير الخير، واللي احتاجيتيها مرحبا، حسبي ماماك بحال ماما. وفعلا الصباح هبطت للمدينة فين ساكنين. سافرت وحسيت بالوحدة، كانت معمرة عليا. المهم كتصل بيا مرة سافرت للمدينة اللي قالت لي بغات تخدم فيها، اللي هي المدينة اللي حل فيها راجلي فرع جديد. اكيد هادشي ماشي صدفة، بل كلشي مخطط ليه ومدبر باش يطيح في الشبكة ديالها. وللاسف طاح بسهولة ودارت راسها بحال الا تلاقاتو الصدفة. قالت لي: خويا نجيب، عاش من شافك، انت خدام في هاد المدينة؟ قال ليها نجيب: انا خدام هنا، علاش تغريد ما قالتهاش ليك؟ قالت ليه: عرفت، ولكن ما عرفتش المدينة بالضبط. سولها وقال لها: واش جيتي عند شي حد؟ قالت ليه: ما كاين، ما نخبي عليك اخويا نجيب، انا جيت كنقلب على خدمة هنا، الا قدرتي تعاوني. والبارح كريت واحد البيت، وبهذه المناسبة كنظن مليتي ماكلة ديال الزنقة، خليني نطيب لك شي طويجين فاعل تاعك. قال ليها: والله توحشت ماكلة التغريد. قالت ليه: إيه غير زيد، راه غادي تعجبك ماكلتي. بعد الحاح ديالها مشى معاها للبيت اللي كاريه، فعلا جلسوا ومشات هي غدات الغدا وبقاو كيهضروا طاجين كلاو. قال ليها: بنين هادشي عندك يا ماجدة، عطاك الله الصحة، راكي تبارك الله تقنتيه. قالت ليه: بصحة وراحة. وبدات كتحلون عليه في الهضره. السيد كلا وشبع، وحنا كنقولوا في المثال: الا شبعات الكرش كتقول له غاس غني. هذا بالعكس سخن عليه راسو، ولا كنقولوا طلعت ليه درجة الحرارة. بداو هكاك حتى لقاو راسهم منغمسين في الرذيلة والفساد. ومن بعد خلال هاد المعاشرة فقدات العذرية ديالها وبدات كتنزل دموع التماسيح. قالت ليه: نجيب عافاك استغني، راه انا فقيرة وشرف عندي هو كل شيء، انا ضعت. ومعه هو قلبه حنين ورهيف امام دموع النساء. قال لها: واخا انا غادي نتزوجك ونطلقك، انت عارفاني انا كنموت على مرتي، وانت عارفاني انني ما حسيتش، ما عرفتش مالي وكيفاش وقع، ولكن ما تخافيش، انا غادي نتزوجك، ولكن ما غاديش تبقاي ساكنه في هذا البيت، غادي نكري لك بارطما. فعلا تزوجها وكرى ليها وتغريد في دار غفلون. ما بقاش كيتسوق ليا نهائيا، حتى التليفون ما كيتصلش، وفاش كنتصل كيتحجج ليا بالخدمه. انا حسيت بهذا الشيء وبقى فيا الحال، وكنقول واقيلا حيت ما يسترش لينا الله في الولاد، وكيطيحوا ليا قبل ما يكمل النمو ديالهم داكشي. الالم ديالهم كيدفنهم في الخدمه. اما صاحبتي ورفيقه دربي واللي كنعتبرها كيف اختي، تليفونها ديما طافي. سولت امها، قالت لي بلا كتصل بها وكتقول لي راها مزيانه وكتصيفط لها الفلوس. انا تعجبت وكنقول ربي عالم ظروفها، درت لها الف حجه وعذر. المهم قلت الويكاند الجاي انا ندير مفاجاه لراجلي، ما هو ديما مشغول، ناخد انا المبادره ونمشي عنده. فعلا مشيت، بدلت اللوك ديالي، صبغت شعري، قصيته ودرت ليه صوان، وبغيت نبان في احسن طلة. هزيت طوموبيلتي وشديت الطريق. وصلت للشقه ديالنا في المدينه اللي ولا خدام فيها راجلي، لقيتها مرتبه ومقاده. دخلت البيت نعاس نرتاح، حليت المريو، ما كنلقى حتى شي حاجه من حوايجو، بقيت غير كنشوف، كنقول واه يمكن سافر. عندي هزيت التليفون كيصوني، شحال ما جاوبش. دازت واحد نص ساعه واتصل بيا: الو نجيب، توحشتك بزاف، امتى نشوفك؟ ما غاديش تجي؟ مع انا دايره له مفاجاه، ما بغيتش نخبره. ما عرفتش انني انا اللي غادي نتفاجأ. قال لي: لا حبيبه ما غاديش نجي، الخدمه كتيره، غير سمحي ليا، غير يستقر الفرع جديد وناخد العطله طويله. ما عرفتش باش تبليت كيفاش زعما يكون مسافر غادي يقولها ليا. لا شي حاجه ما كتريحش. قلت له: واخا ياك ما البورت ما رونتيها، عارفك حوايجك ديما مرميين. قال لي: لا كتجي واحد السيده تجمع ليا الدار كل سيمانه، وغادي تجي نيت اليوم تنظف لي الدار. المهم الشك بدا كياكل فيا، قلت لا وقيلا غير الشيطان. بدلت عليا ونعس شويه، كنسمع بحال شي حد كيقرقب. قلت: شتي الحمقى، كنتي بغيتي تظلمي راجلك وقلتي انه غير كيكذب عليك. خرجت لقيت واحد المراه، قلت لها: شكون انتي؟ كيفاش دخلتي بلا ما تدقي؟ قالت لي: انا مليكه، كنجي كندير الميناج هنا كل سيمانه. وانتي شكون؟ قلت لها: انا تغريد، مولاش الدار، مرات السي نجيب. قالت لي: سمحي لي يا مدام تغريد، ما عرفتكش ولكن ما فهمتش. وانا نقول لها: شنو اللي ما فهمتيش؟ قالت لي: السيده هي كان كيسحب لي السيده الاخرى هي مراته، انا بنتيهاش اش من سيده.
السيدة قالت لي واحد المرا طويلة وعامرة شعرها كحل، هي اللي كنشوفها بزاف مع السي نجيب. انا بحال اللي تصرفقت وانا نقول السيدة واخا كملي شغلك. مشيت بحال خويتي عليا سطال ديال الماء بارد. بقيت كنفكر ولبست حوايجي، خرجت وانا نعيط على السيدة. قلت لها شوفي عافاك الا اتصل راجلي ما تقولي لي والو، بغيت نديرها ليه مفاجأة. قالت لي واخا. هزيت طوموبيلتي ومشيت لمقر الشركة. سولت الامن اللي على برا، السلام عليكم كاين سي نجيب؟ قال لي واحد لا اختي راه الموظفين كيخدموا غير الصباح والعشية والحد ما كيخدموش. قلت ليه كنت محتاجة ضروري مسألة حياة او موت. بنت السيد معصبة ووجهي صفا. قال لي الصديق اللي كنت نوب انا وياه على الحراسة يقدر يكون عارف، حيت بعض المرات كياخد ليه الطلبات ديالو للبارتمون فين ساكن هو والمدام. انا سمعت المدام حسيت بقلبي بغا يسكت والدنيا دارت بيا. هذاك الحارس قال لي مالك كتباني عيانة؟ قلت لي ارتاحي في هذا الكرسي. قلت لي شكرا، بغيتك دابا تجيب لي العنوان الله يرحم ليها الوالدين. فعلا اتصل بالصديق ديالو اللي كيتناوب هو وياه، عطاه العنوان، خديتو شكرتو ومشيت كنسوق. كيف الحمقى حتى وقفت قدام العمارة. كنقول يا ربي يكون هذا غير كابوس او حلم، ولا غير تهيأت. بقيت واقفة شحال طوموبيلتي حتى بالي واحد طوموبيلتي، وحسيت بقلبي كيضرب بالجهد، حتى الدموع بغيتهم ينزلوا ولكن والو. خليته حتى طلع ونزلت. دخلت انا رجليا فاشلين. كنقلب على الطابق التالي لقيت المصعد عامر، ما قدرتش نستنى رغم كاع داكشي اللي سمعت وشفتو. طالعه هنا وكنقول لا غير واقيلا كلشي هادشي غير تخربيق. المهم طلعت في الدروج حتى وصلت للطابق الثالث. كنقلب على الشقه رقم 8، لقيتها حطيت يدي على الزر ديال الصونيت. كنقول واش نصوني ولا لا. صوني، استجمعت القوه ديالي وانا نصوني. عاودت صونيت وهنا غادي تنزل عليا الضربه القاضيه. عرفتوا شكون اللي حل عليا الباب؟ صاحبتي العزيزه اللي كنت مهليه فيها وحاجتي حاجتها واللي تار انتباهي كرشها حامله. قلت لها فين هو راجلي؟ قالت لي قولي لي يا حبيبه فين هو راجلك وبات اللي في كرشك. بقيت مدهوله، كيفاش اش كتخربقي؟ قالت لي كيف كتسمعي، انا ونجيب مزوجين وهذا اللي في كرشي ولدو، انا اللي غادي نجيب ليه ولي العهد، ماشي بحالك كرشك كتخوي بك، ما قادره حتى تهتمي بيهم وهما في كرشك بنت الفشوش. قلت لها هي كلفها بنتي على حقيقتك. حيدتها من قدامي. قلت لها حيدي من قدامي. شويه وبدا خارج السيد كيمسح راسو بالفوطه. هو شافني وهو يتصدم. قال لي تغريد اش كديري هنا؟ قلت ليه جيت نشوف خيانتك وغدرك. بقيت كنضرب فيه على صدرو وهو لا يحرك ساكنا. هي اللي بدات كتحيدني. قالت لي تفرقي من راجلي، مالك كضربي فيه؟ راه صابر عليك، ما كتجيبيش الولاد، انتي عاقره. شنو كتسنى يبقى حداك العمر كامل؟ هو بغى ولاد ووريت اللي ياخد بلاصتو، وعلاش هو كيتعذب ويضرب تماره؟ صافي خرجت بالزربو وهو كيعيط ليا. مشيت كنسكي في الحمقى حتى خرجت في واحد مول طونوبيل. غير نزل كيغوت وانا كنبكي. شافني في ديك الحاله الهستيريه تخلد على السيد. صافي بلا ما تبكي حيدي من وسط الطريق. جاب لي الماء شربت. شكرته قلت لي شكرا وسمح لي بزاف. قال لي ما كاين حتى مشكل، انا اللي سمحي لي ما عقلش على راسي حتى بديت كنغوت، ولكن ملكي كتسوقي هكاك. شفت فيه وانفجرت بالبكا. وعاوتاني قرب مني ويقول لي لا عندك شي مشكل راه نقدر نعاونك. ما عرفتش حتى بديت كنفضفض ليه وكنحكي على كل ما في قلبي. كنت محتاجه نفرغ داكشي لاي واحد تاثر بزاف ويقول لي واحد الهضره. شوفي الخيانه راه طبع وليس الظروف، وهما في الاصل الخيانه كتجري في دمهم. بقيت فيه بزاف ويقول لي دابا ما غاديش نخليك بوحدك، انا غادي نوصلك حتى للمدينه فين ساكنه، حيت ما تقدريش تسوقي وانتي في هذه الحاله. وفعلا وقف معايا وقفه الرجال. انسان ما كنعرفوش مسكين وصلني حتى لدارنا. بعد الحاح دخلوا دارنا كيتسولوا شكون هذا السيد. دخلوا الوالد ديالي للصالون ودخلت انا. عنقت مامو بديت كنبكي. تخلعات مسكينه عليا. قالت لي مالكي؟ هو يجي بابا بغى يسولني شكون السيد حتى لقاني كنبكي. تخلع حتى هو مسكين. عاودت ليهم باختصار ومشى بابا عند الشخص وشكره بزاف وحلف عليه. قال لي غادي تعشى وتبات عندنا. نسيت ما قلت لكم الاسم ديالو فاش كنا جايين. قال لي اسمه محمد. تعشى معنا وبات وصلى الفجر مع بابا وفطروا شكرناه كاملين ووصلوا خويا المحطة. حيجينا بطوموبيلتي وديالو خلاها في المدينة الأخرى. المهم راجلي كان كيضل يتصل وما كيجاوبوا بابا ديالي بقسوة. انا مشيت جمعت حوايجي من الفيلا ودرت طلب انتقال من الخدمة لمدينتي فين كاينين والديا. محمد ديما كيتصلوا كيسول فيا انا ومالين الدار. المهم طلقت من راجلي. واحد النهار كنت انا وماما في الدار، جات عندنا واحد السيده كتجي لبابا
وهي مسكينة بحال إلا شوية مريضة بواحد بالمس وكتشوف الناس ولكن غير كتعاونهم، ما كتخدمش ديك الخدمة شوافة. كيفاش جلسات معانا وهي تقول لي انتي فيك السحور، والسحور دار مني يلاه تزوجتي. بديت كنضحك وهي تخنزر فيا، مع انا انسانه مثقفه كيفاش نصدق هاد الخرافات. ماما كتقول لي سكتينا من الضحك، بقات كتقول لي شي تخربيق الفيلا فيها فين كنتي ساكنه فيها داكشي بالضبط تحت شجره الحامض. هنا سكت. فعلا حنا في الفيلا ديالنا ديال راجلي السابق كاينه شجره ديال الحامض. وهي تقول لي نوضي دابا نمشيو تما. بديت كنقول لها لا ما يمكنش، وهي تقول لي يا ماما نوضي. فعلا شدينا الطريق ووصلنا لتما مع شي 5 ديال العشيه. كنقول يا ربي غير ما يكونش طليقي مع مازال عندي سواغش. دخلنا وبدات كتحفر حتى بان ليها ميكا كحله وفيها سطل ديال النيدو. حلينا السطيله لقينا فيها دم الحيض، ملابس داخليه النساء ورجال واطفال، ولقينا ورقه فيها مكتوب شتت شملهم وفرق جمعهم وقطع ايديهم كبيرهم وصغيرهم، وبزاف ديال الهضره ما مفهوماش. هزينا داكشي ومشينا بطلنا داك السحر. بعد ما خبرنا السيد اللي بطل لينا داكشي ان اللي دارت لينا السحر امراه شابه، وصفها لينا اوصافها بالضبط. وما تفاجأتش، واكيد غادي تكون ماجده صاحبتي. موراها ارتحيت في نفسيتي، ولكن طليقي بغى يحماق كيتصل كيجي حتى لدارنا. بغى يرجع ليا وكنقول ليه اللي خان ما يخون الف. سير عند مرتك اللي كتولد، انا غير عاقره. دازت على الحادثة عام. واحد النهار كنتغداو حتى سمعنا الدقة. نخرج خويا لقى محمد، عقلتو عليه اللي كان عاونني. ندخلو خويا ورحب بيه. المهم جلس هو يقول للوالد ديالي انا جيت بغيت نخطب تغريد الا قبلتو عليا. انا كنت مازال متاثره ولكن والدي قنعوني. تزوجت انا وياه. موراها ب4 شهور صدقت حامله وخفت بزاف لا يطيح ليا، ولكن كان الوضع مستقر الحمد لله. ولدت 3 توأم. ربي جازاني على العذاب اللي شفت كله. داز 3 سنوات ولادي دخلتهم لاغوط وكنت جايه للدار حتى تلاقيت مع ماما ماجده. سلمت عليها كيف شافتني بدات كتبكي وقالت لي ذنوبك خرجوا في بنتي. قلت لها كيفاش؟ قالت لي ماجده ولدات بنت ولكن مرضت لها بالسخانه الخايبه وماتت وما صبرتش عليها وحاولت تولد ولكن للاسف لقات عندها كونسير في الرحم وحاولت دير عمليه ولكن راجلها اللي هو نجيب طليقي ما عندوش الفلوس. غير ما غادي حالته كدهور خسر شي صفقة كبيرة وبدا يخلص الخدامة من جيبو. انا ما تشفيتش فيهم. عنقت خالتي ماما ماجدة قلت لها الله يسامحها ويسامحه. ربي كيسامح كيفاش ما نسامحوش حنا اللي بشر. فرحات مني سمعت هادشي ومشيت في حالي وانا كل يقين ربي خدا لي حقي يمهل ولا يهمل. وهكا كنكون وصلنا للنهاية ديال القصة ديالنا. ما تنساوش تعطوني الرأي ديالكم في القصة وتخليو لي تعليق ديالكم الزوينة. الى اللقاء القصة الجاية ان شاء الله.